ملك الأرض ملكا وجمع ثروات لم يجمعها بشر قبله ولا بعده إلا سيدنا سليمان. ثروة لا يتخيلها عقل بشري، حتى أن مفاتيح خزائنه من كثرة ثقلها ووزنها كان يحمل 300 بغل أشداء، فما بالك بداخل هذه الخزائن التي لا حصر لها. ثروة قد تفقدك عقلك إن حاولت التفكير فيها، فأصبح أسطورة عبر التاريخ تضرب به الأمثال في جمع الثروة حتى وقتنا هذا. يتمنى البشر أن يجمعوا ولو 1 في المليون من ثروته، فهذه النسبة فقط كفيلة أن تجعلك أغنى أغنياء الأرض. كان من أقرباء سيدنا موسى عليه السلام، بل أنه كان من أشد الناس تقوى وإيمانا، حتى أنه تعبد في الصحراء لأكثر من 20 عام حتى تغير به الحال وأصبح عبدا وشريكا لإبليس نفسه، فيتجبر في الأرض ويتحدى نبي الله موسى ويحاول أن يلفق له تهمة الزنا، لتكون نهايته مفزعة لم يتخيلها بشر. إنه قارون. من هو؟ وكيف تحول من أكثر الرجال إيمانا إلى أكثرهم كفرا؟ وكيف تحول من عبادة الله لعبادة إبليس؟ وكيف جمع ثروته التي تسد عيون الشمس؟ وأين ثروته اختفت؟ قارون المؤمن وإبليس. من عشيرة موسى، كان رجل بإيمان شديد ظل يتعبد في الصحراء، يزرع ويحصد أكله ويتعبد زاهدا في الدنيا وملذاتها. كان يرسل له إبليس الشياطين لتوسوس له، وكانوا يفشلون ويفشلون، إلى أن ذهب إبليس له بنفسه فبدأ يغويه بملذات الدنيا. أقنعه أولا أن يعمل ليوم واحد ويمرح ويعيش الحياة ويتعبد ل6 أيام الأخرى. كان يعمل لدى فرعون، فشاهد ثروته المرعبة وبدأ عقله يتغير شيئا فشيئا، وإبليس يحرضه أكثر وأكثر، فأصبح هدفه في الحياة فقط جمع الثروة والاستمتاع بها. أصبح عبدا للثروة والمال والكنوز. ثم ذهب إلى سيدنا موسى وطلب منه الدعاء له أن يرزقه الله الثروة حتى ينفق منها على الفقراء والمساكين الذين يعيشون في دولة فرعون الكافر الآبي. فيدعو له موسى، ومن ثم يتغير كل شيء. قارون يحول التراب إلى الذهب. يتوصل قارون الخبير بالكيمياء وعلم الخيمياء إلى المعادلة التي طالما حيرت البشر منذ بدء التاريخ: تحويل النحاس والتراب إلى ذهب خالص. ليبدأ قارون في بناء إمبراطوريته الكبرى. بنى قصوره الرهيبة التي لم يشهد التاريخ مثلها، وحرس يسد عين الشمس، حتى أنه أصبح يحمي الممالك المحيطة به بحرسه وجيوشه. قصره كله كان مغطى بالذهب الخالص من الخارج والداخل، حتى أن فرعون والذي كان لا يعرف اسم قارون تقرب منه وأصبح صديقا له، بل أن الاثنان أصبحوا أشد الناس عداوة مع سيدنا موسى. فموسى الذي حاول أن يدعو قارون قريبه للعودة لعبادة الله والزكاة نهره قارون وحاول التخلص منه بأسوأ وأفظع الطرق: تدمير وفضح موسى. اتفق قارون مع فرعون لتلفيق فضيحة وتهمة تلحق العار بسيدنا موسى، فاستعان بإحدى العاهرات لتلفيق تهمة الزنا، وذلك بعد أن خطب موسى في الناس وحرم عليهم الزنا، وقال لهم: من زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى الموت. أغرى قارون المرأة بجبل من الذهب، ووافقت المرأة على الفور. وفي احتفال دعي إليه موسى ووافق على الذهاب إليه لينصح قارون وفرعون بالتوبة إلى الله. في ساحة كبيرة نشر قارون قبل أن يأتي موسى خبر أنه قد اختلى وزن بامرأة، وأتيت المرأة أمامهم وادعت على موسى أنه قد اختلى وزن بها. وحينما أتى موسى وواجه قومه بأقوال المرأة غضب كثيرا وطلب مواجهة المرأة. جلبت المرأة إلى المحكمة، فوقف موسى أمامها وطلب منها أن تقول الحق قائلا: بحق من فلق البحر لبني إسرائيل ألا تصدقيني؟ لتنهار المرأة وتعترف بالحقيقة وتطلب أن يطلب من الله أن يغفر لها. فيخر موسى ساجدا شاكرا الله، وكما دعا لقارون أن يرزقه المال دعا الله أن يعاقب قارون على ما فعله به.
قائلا: يا رب سلطني عليه. فأتى موسى لقارون وقومه وقال: يا أرض خذيهم. فسحبت الأرض رجولهم وكأنها تأكلهم أكلا. ثم قال ثانية: يا أرض خذيهم، لتسحبهم الأرض إلى ركبهم ثم إلى صدورهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فتبتلع الأرض أمامهم كنوزهم وأموالهم. ثم أشار إليهم وقال: اذهبوا، لتستوي الأرض بهم وتأخذهم في باطنها، وكأن شيئا لم يكن، فلم يعد لهم أثرا حتى على وجه الأرض. البحث عن الكنز. ظل البشر لقرون يبحثون عن كنوز قارون في كل مكان. وفي عام 1968 بقرية إزمير التركية عدة قرويين وجدوا قبر الأميرة به هدايا ذهبية ومجوهرات تم إهداؤها من قارون لها. وبعد أن باعوا هذا الكنز لبعض الأمريكان بدأت تطاردهم اللعنة، يموتون واحدا تلو الآخر. فقتل أحدهم نفسه وعائلته، والآخر أصيب بمرض الجنون ومات بسببه، وآخر قتل في ظروف غريبة. ومن ثم تم عرض الكنز في متحف أمريكي إلى أن استعادته تركيا مؤخرا. وما تزال هذه القطع التي تعود إلى 2500 عام معروضة في متحف تركيا حتى يومنا هذا، لتكون شاهدة على جزء لا يذكر من ثروة قارون المفقودة حتى يومنا هذا. فمن سيعثر عليها سيملك ثروة تجعل إيلون ماسك وبيل جيتس ومارك زوكربيرج مجمعين كأطفال يأخذون مصروفهم من أهاليهم.